عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتلقاكم لا فيديو ان شاء الله باحسن الاحوال. اليوم بدلنا شويه في الكونسيبت، خرجنا شويه من الجو ديال الجنون والاسقاط النجمي وهذاك الشيء كامل. جبت لكم اليوم قصه ايطاليه ديال اختفاء واحد القطار غادي يختفي لمده ديال 100 سنه وغادي يولي يبان. فين غادي يبان وكيفاش غادي يبان وفين مشى وعلاش اختفى غادي تعرفوا معايا في اجزاء القصه. غادي نحاول انني هاد القصه ما نديرها لكمش في فيديو واحد، غادي نحاول ندير واحد جوج فيديوهات ولا ثلاثه على حساب. غادي نشوف انايا الديتاي، يعني كل حدث غادي نجمع لكم في فيديو واحد، وكل مره غادي نحطو في التالي غادي نجمعهم لكم في بلاي ليست هذيك الساعه باش تدخلوا تشوفوا القصه كامله مكموله وصافي. يلا نبداو على بركه الله. 1911 واحد القطار غادي يخرج من ايطاليا. هاد الحادثه اللي وقعت في ايطاليا كانت من اغرب الحوادث، ومن الحوادث اللي حتى دابا اللغز ديالهم مازال ما تحلش ومازال ما عرفنا بالضبط واش صرا. في 1911 واحد القطار في ايطاليا غادي يخرج سميتو قطار زانيتي. غادي يخرج للرحله ديالو عادي من روما لميلانو، ولكن ما غاديش يولي بلا حتى شي اثر به بالركاب ديالو بداكشي اللي كان فيه، مشى وما رجعش. كما كتعرفوا في نهايه القرن 19 وبدايه القرن 20 كانت الثوره الصناعيه. هذه الثوره الصناعيه جابت معها بزاف ديال الانتاجات وبزاف ديال التطورات، من بينهم وسائل المواصلات، يعني هما اللي كانوا في الاوج ديال التطور ديالهم. تما بداو كينشوفوا بزاف ديال الانتاجات في السيارات، في السفن، في القطارات، مثلا كما صرا مع سفينه ديال تيتانيك اللي كاملين كتعرفوها. في هذه الفتره هذه واحد الشركه ايطاليه سميتها شركه زانيتي غادي تنتج واحد تران، واحد القطار، باش انه معروض للرحلات. ولكن هاد الرحلات ديك الساعه الاغلبيه كانوا كيمشيو فيها غير الاثرياء والبرجوازيين، لان هما اللي كانوا مستوليين على الانظمه وداكشي، يعني هما اللي كان عندهم الفلوس باش انهم يمشيو. فهاد الشركات كانت دير عروض مغريه للاثرياء وكتقول لهم باللي راه ماشي اي واحد غادي يمشي في هاد الرحله وداكشي، باش هما كيتسابقوا يشريو التذاكر وكل شيء رابح. اليوم القصه ديالنا غادي تكون على قطار زانيتي اللي انتجته الشركه الايطاليه. غادي نعرفوا كيفاش خرج وفين مشى وشحال غاب وشنو صرا وكيفاش ولا وفين ولا. هذا القطار تصاوب من اجل انه يخرج في رحله وحده كما في تيتانيك، يعني تصاوب من اجل رحله وحده غادي يكونوا فيها 106 ديال الركاب كلهم من الاثرياء والبرجوازيين الايطاليين. غادي يخرج بالضبط سنه 1911، غادي يمشي من اتجاه روما لميلانو. غادي يمشيو، غادي يكونوا غاديين في الطريق، غادي خصهم يفوتوا على واحد الجبل، وهذا الجبل سميتو جبل لومباردي، وغادي يكون فيه واحد النفق الطول ديالو 1 كيلومتر. صافي كلشي كاين في القطار، الناس فرحانين وداكشي. باش نضيف لكم على واحد المعلومه، القطار فيه 3 ديال العربات اساسيه. باش يفوت هذا النفق كان خصو دقيقه ولا 2 دقائق الماكسيموم، ولكن هاد دقيقه ولا 2 دقائق غادي تحول ل100 سنه اللي ما غاديش يبان فيها هذا القطار حتى غادي يولي يبان. غادي نقول لكم فين غادي يبان وكيفاش غادي يبان وباش فسروا هذا الشيء، لان حتى لدابا راه ما عندهم حتى شي تحليل اكيد ولا شي حاجه، غير كل واحد كيعطي النظريات ديالو صافي. من بعد هذا الاختفاء غادي تصرا واحد المعجزه. قدرة قادر غادي يتسلكوا 2 ديال الركاب من هذاك القطار الملعون. هما كانوا 106 ولكن درك يبقاو غير 104 اللي مختفيين. واحد 2 ما عرفناش كيفاش سلكوا من تما، هما اللي غادي يحكيو لنا كيفاش سلكوا، باي طريقه راهم سلكوا. غادي يمشيو المحققين باش انهم يستجوبوهم، لانهم بغاو يعرفوا هاد التران فين مشى، فين دخل، واش صرا للركاب ديالو، كيفاش حتى واحد ما فهم هاد القصه مين بدات وين سالات. فغادي يستدعيوهم باش انهم يديروا معاهم استجواب، ولكن هما كانوا في صدمه نفسيه. فملي المحققين اصلا بقاو كيستجوبوهم كانوا غير مصدومين، بحال اللي شافوا ما عرفت شي جن ولا شافوا جهنم، ولا المهم بحال ملي كتشوف شي حاجه وكتبقى فيك صدمه نفسيه ما كتقدرش حتى انك تعاود واسمو صرا لك. داكشي علاش المحققين غادي يختاروا انهم يفهموا هاد الجوج، غادي يخليوهم عندهم حتى تفوتهم الصدمه النفسيه ديالهم باش يقدروا انهم ياخذوا منهم معلومات اكثر. هذاك الشيء اللي غادي يديروا، غادي يخليهم في الحراسه وداك الشيء حتى يوليو يسولوهم، باش هما اللي غادي يعطيو لنا تفاصيل اكثر ديال القصه. غادي يقولوا لنا واش صرا وفين صرا وكيفاش اصلا هما قدروا ينزلوا من داك القطار، وعلاش هما وماشي الركاب الاخرين.
من بعد ما خرجوا دوك جوج ديال الركاب من الصدمه غادي يسولوهم، غادي يعطيونا معلومات اكثر، غادي يقولوا بانهم كانوا غاديين عادي في الرحله ديالهم، حتى ملي دخلوا لذاك النفق بدات واحد الضبابه بيضاء كتفوت اونفاس التران، يعني مع الدخله ديال النفق كتبدا واحد الضبابه بيضاء. ما حدهم زايدين وكيدخلوا هذيك الضبابه كتولي بحال الدخان وكتزيد تكتف، يعني كتولي بزاف. هما زايدين كيقتربوا من داك النفق والضبابه كتزيد تقرب لهم اكثر. مع دخول داك النفق هذيك الضبابه غادي تبدا تدخل التران لداخل، يعني هما واخا يحاولوا يبلعوا كلشي وداكشي، ولكن هذيك الضبابه دخلت ولات عندهم بحال الدخان لداخل، وهذاك الدخان بحال اللي دار تكاتف ولا بحال شي سائل وصافي هما خافوا وترعبوا. جاب الله عطاهم ربي الزهر انهم كانوا قراب للباب ديال التران، هما قدروا انهم ينقزوا من التران ويهربوا، ولكن ما عندهم حتى شي معلومه على الركاب الاخرين واش صرا لهم وفين مشاو. هما مع شافوا هذيك الضبابه وصافي لداخل غادي كلشي غادي يتخنق، كلشي غادي يموت، هما لقاو الفرصه ديال النجاه وخرجوا، ولكن مع الاسف الاخرين ما لقاوش الفرصه ومشاو واختفوا بهم بالتران. كما قلت لكم 100 سنه هذا القطار ما غاديش يبان نهائيا. هذا النفق قررت ايطاليا انها في السكك الحديديه ديالها انها غادي تبلع النفق نهائيا، غادي يبلعوه بالحجر في المدخل وفي المخرج. هذاك الشيء اللي داروا بلعوا النفق، ولكن فجت الحرب العالميه واللي ايطاليا كانت طرف فيها غادي تطيح واحد القنبله على داك النفق، غادي يتفجر كامل بالمدخل بالمخرج كامل. المهم داك النفق ما غاديش يبقى له الاثار، غادي يتدمر كامل. وقبل ما نسالي الفيديو ديالي غادي تكونوا لاحظتوا بانني بدلت شويه الخلفيه. خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. انا صراحه عجبتني بزاف، بغيت ندير شي حاجه سامبل وفي نفس الوقت شي حاجه مضويه، فخليوا لي الاراء ديالكم في الكومونتيرات ولا خليوا لي في الانستغرام وصافي. مور ما تفجر النفق ما غاديش نقول لكم واش تصرا وفين صرا وكيفاش، حتى الحلقه الجايه خليو شويه ديال السسبانس. غادي نقول لكم في الحلقه الجايه فين مشى هذا القطار وفين كان، وفي ظرف ديال هاد 100 سنه فين كان وفين بان، ملي بان يعني ملي ولا، باش ما نقول لكمش كلشي في حلقه واحده ونخليكم شويه ديال التشويق. وتقدروا تبحثوا راه هذا الموضوع كاين بزاف، لان بزاف الناس اللي هضروا عليه تقدروا تبحثوا عليه، راه كاين. انا الصراحه عجبتني القصه بزاف، كيعجبني نبحث في هذا الشيء اللي غامض وهاد القصص هادو، وكنتمنى انكم زنتوما يكون يعجبكم هذا النوع ديال القصص. وصافي دابا كنكون وصلنا للتالي ديال الفيديو. ما تنساوش تتابعوني على انستغرام، تما كنحط كلشي، كنحط يعني بشكل يومي وداكشي. وصافي باي باي.